نكمل الحرة الليلة من إثيوبيا التي أطلقت قواتها معركة جديدة لاستعادة مدينة دسي الاستراتيجية في أمهرة بعد ساعات من إعلان متمردي تيغراي سيطرتهم عليها. ذكر بيان لمكتب الاتصالات العسكرية الإثيوبي أن القوات العسكرية ستستمر على الجبهة بتطهير المنطقة ممن وصفتهم بالإرهابيين، مؤكدا أن القوات تقاتل من أجل القضاء بالكامل على القوة الغازية وفق تعبير البيان. لماذا تعتمد أديس أبابا على الخيار العسكري لحل أزمة إقليم تيغراي؟ وما السبيل لإحلال السلام فيه؟ إلى أين وصلت المساعي الدولية لوقف الحرب في الإقليم ومنع وقوع كارثة إنسانية؟ استعراض بانتزاع النصر والسيطرة على إقليم تيغراي يعززه مقاتلو جبهة تحرير تيغراي بنقل المعارك إلى مدينة ديسي الواقعة في إقليم أمهار المتاخم، فيما يفنده الجيش الإثيوبي بالتأكيد على أنه الرابح حتى الآن في معارك تيغراي والمسيطر على الوضع في ديسي أيضاً. روايتان عسكريتان يصعب حتى الآن على الأقل ترجيح كفة إحداهما على الأخرى، فالحكومة الإثيوبية قطعت الاتصالات عن معظم مناطق شمال إثيوبيا، فيما فرضت قيودا على وصول الصحفيين. رغم ذلك فإن تصريحات لسكان ومدنيين من ديسي يمكنها رسم صورة مبدئية للمشهد العسكري على الأرض. البداية من تصريحات الجيش الإثيوبي بأن قواته ستواصل المعارك على الجبهة لتطهير المنطقة من مجموعة وصفها الجيش بالإرهابيين، مشددا على أن القوات المسلحة الإثيوبية ستقاتل من أجل القضاء بالكامل على القوة الغازية بحسب الجيش الإثيوبي أيضا. في المقابل لا تصريحات رسمية عن قادة جبهة تحرير تيغراي بشأن انتقال المعارك إلى مدينة داسي. سكان في المدينة أفادوا بتجدد المعارك فيها وبأن الجنود الإثيوبيين أصدروا تعليمات للسكان بالتزام منازلهم لأن الجيش يقاتل لاستعادة المدينة بحسب إفادات لسكداسي، فيما تحدث آخرون عن تبادل لإطلاق النار ومعارك في شوارع المدينة. بالانتقال إلى الحديث عن الوضع الإنساني، فإن ديسي التي تبعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كانت الملاذ للفارين من بلدات مجاورة تشهد معارك طاحنة أيضا، إلا أن انتقال المعارك إليها دفع بسكانها إلى عمليات نزوح جماعي، حيث تكدس العديد منهم في حافلات وفروا إلى بلدة كومبلاشا جنوبا. بالتزامن يتعرض إقليم تيغراي إلى قصف جوي يومي منذ نحو أسبوعين، حيث يسعى الجيش الإثيوبي لانتزاع الانتصار على المقاتلين عبر سلاح الجو، سلاح قد يرجح كفة القوات الحكومية لكنه يهدد حياة المدنيين. فالأمم المتحدة وثقت مقتل 3 أطفال على الأقل، فيما تحدثت مصادر طبية عن مقتل أكثر من 10 أشخاص جراء الغارات الجوية. هذا عدا عن وقف عمليات إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين، ما ينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد بحسب تحذيرات للأمم المتحدة. ينضم إلينا عبر سكايب من دنفر من ولاية كولورادو إبراهيم إدريس سليمان، الباحث والكاتب في الشأن الإفريقي وفي شؤون القرن الإفريقي تحديدا، ومن ستوكهولم سعاد عبدو الناشطة السياسية من إقليم تيغراي. مرحبا بكما، شكرا جزيلا لتلبية الدعوة. يا أستاذ إبراهيم، أبي أحمد حائز على جائزة نوبل للسلام، كيف يمكن لنا أن نبقى ننقل هذه الأخبار بأن الحكومة قامت بضرب تيغراي للمرة السادسة والسابعة والثامنة، بغض النظر عن من هو هنا، لربما البادئ أو على حق أو ليس على حق؟ اليوم نحن نتحدث عن رجل حامل لجائزة نوبل للسلام، لماذا لا يسعى هو إلى الجلوس على طاولة مفاوضات مهما كان الثمن؟ أبي أحمد يواجه حرب مفتوحة مرت على مرحلتين. في الأولى كانت خلاف كما تفضلت سياسي بين الجبهة الشعبية وبين القيادة الإثيوبية، أثمرت إلى أنه وصلوا إلى مقلة وخرجوا من مقلة في شهر 6. منذ تلك المرحلة والمجتمع الدولي وأبي أحمد والخارجية الإثيوبية والاتحاد الأفريقي يتحدثون عن احتمال إمكانية مفاوضات لحل هذه الأزمة، لكن ده لا ينفي أن المعركة مستمرة بين الجانبين. فهناك نية صادقة وتوجهات بين
القيادة في الاتحاد الأفريقي وبقيادة أبو سنجة وأبي أحمد وتحديدا وزارة الخارجية في كيفية وصول لمفاوضات، لكن الكل يبحث عن يكون قبل المفاوضات في موقع عسكري متقدم. طيب، هل هذا يعني لربما الواقع الذي بتنا نعيشه اليوم أستاذ عبدو؟ لا يوجد أي خيار آخر. من الواضح بأن الخيار العسكري هو بات الخيار الوحيد. لا يوجد سبيل سياسي اليوم، وعلى الرغم من دعوات واشنطن والمجتمع الدولي لكل الأطراف، يعني لا يمكن حتى أن يثني أو تثني كل هذه الدعوات أي من الأطراف اليوم إلى الجلوس إلى طاولة مفاوضات أو طاولة بحث سياسي لما يجري. حقيقة الآن على وشك انتهاء الحرب، يعني نرجو من ذلك. السؤال كان من البداية طلب منه أن يتفاوض، لكنه رفض بشدة، وكان أيضا يخبر المجتمع الإثيوبي والمجتمع العالمي أنه تخلص من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وأنه لا يوجد فيها أي مقاتل، وكلها أكاذيب حتى الآن. وحتى الآن لما قطع الاتصالات على الديسي أيضا لازم نفهم دائما أبي أحمد حتى يخبي مشاكله يقطع على الناس الاتصالات ويقطع عنهم الطريق. فالآن اليوم تحدث الجنرال كان قبل تنسائي، قال أنه الحرب على وشك الانتهاء ونحن لا نحتاج التفاوض الآن. فالنهاية ستكون بسقوط أبي أحمد وحكمه والحزب نفسه، لأن عدو أبي أحمد ليس تيغراي فقط، الأورومو هنا المشكلة. وتسمحي لي كمان يا أستاذ عبدو، ألا تنظرون أنتم بأنه يعني من الصعب أن يكون هناك نوع من التفاوض أيضا مع الحكومة المركزية في أديس أبابا؟ لأنه بالنهاية إن كان هناك لربما نجاح أو نجحت تيغراي أو التيغارو بالانفصال، هناك لربما كثر أيضا سيسعون إلى نفس المطالب، وهذا سيسرع من انهيار إثيوبيا يا أستاذ عبدو. ألا ترين ذلك أنت أيضا أم لا؟ نعم، نحن كانوا دائما يعني مفتوحين على بادروا من البداية على التحاور. هم يعني طلبوا من البداية أنه أن يبقى الحكم الفيدرالي من البداية، وهو رفض. هو أصلا جاء أبي أحمد أن يكون الحاكم أو الملك السابع. فنحن عندنا في إثيوبيا سقط هذا الحكم الملكي القديم الذي أباد الشعوب، وكانت تيغراي هي أول من عانت من كل الحكام الذين جاءوا في إثيوبيا من عهد ملك إلى عهد منغستو هايلي ماريام. وتيغراي حاربت 17 سنة وأعطت أبنائها من أجل حريتها، من أجل كينونيتها. فيأتي الآن في زمن 2021 في القرن هذا الذي كانت فيها إثيوبيا على وشك التطور وأن يكون فيها دبلوماسية أو ديمقراطية بداية على كل حال، فيأتي الآن يعيدنا إلى العصور القديمة حتى يحكم بالقوة وبالحديد. لا يمكن يقبل شعب تيغراي ولا الحكومة ولا حكومة تيغراي، لأنه لا تقول متمردين. هي الجبهة الشعبية ليست متمردة، هي حكومة رسمية اختارها شعب تيغراي بحكم أننا فيدراليين، في كل إقليم كان له حكم خاص به. فأبي أحمد يريد أن يسقط كل هذه الأشياء، والأورومو يحاربون والصوماليين يحاربون والشعوب الأخرى تحارب الآن أبي أحمد. وقتنا قصير في المقابلة اليوم لكليكما. سامحوني رجاء عاد إلينا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، هل حكم أديس أبابا بوجود أبي أحمد اليوم بات مهددا أم لا؟ لا أظن ذلك. هناك صراعات سياسية تاريخية، والأستاذة يمكن ذكرت عن جوانب أتفق معها تماما بأن هناك غبن تاريخي على قومية تيغراي، لكن لم يكن قومية تيغراي لوحدها. الأورومو واجهوا هذه الأزمة تاريخيا، وأيضا الجنوب واجه نفس الإشكالية كما واجهوها العفر. فالقضية هي قضية شاملة، ويمكن الجبهة الشعبية ناضلت مع تنظيمات كثيرة من أجل معالجة هذه المسألة، من أجل وجود سلام بين هذه القوميات. ما يحدث الآن هو خلاف سياسي، ليس على مبدأ أن الكل يتعايش مع بعض. كيف تدار الإدارة السلطة في إثيوبيا، مع أيضا أنه ما نكون رهينة التاريخ، نكون رهينة المستقبل. أبي أحمد طرح مشروع
قد يختلف ويتفق معه الكثيرون، لكنه لا ينفي أنه حقيقة بأنه هذا بسرعة التشحن سيدي. الموجود بين القوميات يزول من أجل السلام الاجتماعي والسياسي لكل القوميات. بسرعة، هل هناك طريقة في نصف دقيقة، هل هناك طريقة لمنع وقوع كارثة إنسانية في الإقليم؟ نعم، أمريكا الآن أصدرت بيان تحديدا يوم 30 بالأمس على أنه تقف هذه الحروب والسعي للسلام والحوار بين تنظيم الجبهة الشعبية والقيادة المركزية في إثيوبيا. أود أن أشكر انضمامكما إلينا مباشرة من دنفر من ولاية كولورادو إبراهيم إدريس سليمان الباحث والكاتب في شؤون القرن الأفريقي، ومن ستوكهولم سعاد عبدو الناشطة السياسية من إقليم تيغراي. سامحوني الوقت كان ضيق اليوم في هذا الحوار، أكل جزءا كبيرا من الوقت خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من روما. شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريم.